ليك حكم جنائي ومش عارف تنفذه، او ضباط ادارة تنفيذ الاحكام مش عايزين ينفذوا لك الحكم. تعالى اقولك تعمل ايه لو انت ليك حكم جنائي وعايز تنفذه. انت بتطلع صورة رسمية من الحكم اللي صادر للمتهم، وبتاخد رقم حصر الحبس على الحكم اللي صدر للمتهم، وبتطلع شهادة على اللي تم فيه القضية عشان تعرف الموقف للقضية ايه، واقفة عند المعارضة ولا الاستئناف ولا المعارضة الاستئنافية. وبتروح بصورة الحكم الجنائي اللي صدر ضد المتهم ورقم الحصر لمباحث الاسم اللي تابع لها محل إقامة المتهم، وبتديهوله. وبعد كده بتروح تسألهم عليه بعد أسبوعين تقريبا، تشوفهم جابوه ولا لأ. وارد جدا إن أمناء الشرطة لما ينزلوا ويجيبوا المتهم إن هما ما يجيبوش المتهم، والمتهم يديهم فلوس علشان ما ياخدوهوش، ويرجعوا يقولوا لك إن ما لقيناش المتهم. في الحالة دي انت بتعمل ايه؟ انت بتروح طالع على وحدة تنفيذ الاحكام اللي موجودة في اكاديمية الشرطة القديمة اللي موجودة في العباسية، وبتقدم لهم صورة من الحكم ورقم الحصر وصورة من التوكيل والكارنيه بتاعتك عشان الصفة. وبعد اسبوعين بتروح تسأل على التنفيذ بتاعك في إدارة تنفيذ الأحكام اللي موجودة في طرة. هما بينزلوا تفتيش على اقسام البوليس، وبيخلوا المباحث تجيب لك المتهم بسرعة. وفي الحالة ديت لو المتهم لسه قدامه درجة من درجات التقاضي، يعني مثلا لو كان الحكم اللي هو صادر ضده حكم غيابي، ففي الحالة دي اما هيمسكوا المتهم هيعارض. او لو ان هو كان الحكم حضوري، في الحالة دي المتهم هيعمل استئناف، ولو كان الحكم استئناف المتهم هيعمل معارضة استئنافية، يعني على حسب اخر اجراء تم في الجنحة او في القضية اللي انت عايز تنفذ الحكم فيها. طيب لو ضباط إدارة تنفيذ الأحكام تقاعسوا عن إن هم يجيبوا المتهم لأي سبب كان، أنت هتتصرف إزاي؟ أنت هتروح المديرية اللي تابع ليها تنفيذ الأحكام المتقاعسين عن إن هم ينفذوا الحكم بتاعك، ويتقدم شكوى هناك. الشكوى دي بترفق فيها صورة من الحكم، صورة من التوكيل والكارنيه بتاعك علشان الصفة. وبتكتب ايه بقى في الشكوى؟ بتكتب في الشكوى ان انت تقدمت لإدارة تنفيذ الأحكام اللي تابع ليها المتهم فلان الفلاني اللي صدر الحكم ضده في تاريخ كذا كذا، وهتكتب رقم حصر الحبس بتاع الحكم، وتقول في نهاية الشكوى ان هم تقاعسوا عن تنفيذ الحكم دوت، وان انت بتطلب تنفيذ الحكم ده. انت اما تروح المديرية وتكتب الشكوى دي وتفرق بيها الاوراق اللي احنا قلنا عليها، هتتأيد في دفتر وكده، وهتاخد رقم، وهياخدوا منك رقم تليفونك علشان يقدروا يتواصلوا معاك. وهتلاقي الرئاسة بتاعة إدارة تنفيذ الأحكام بيتصلوا بيك علشان يسألوك عن الشكوى بتاعتك، وبعد كده هيحققوا في الشكوى بتاعتك، وبيجيبوا فعلا المتهم بسرعة. ولما بيجيبوا المتهم بيتم القبض عليه، بيتصلوا بيك بيقولولك ان تم القبض على المتهم. طيب لو الشكوى دي ما جابتش نتيجة، الحل ايه؟ الحل اللي قدامك في الحالة دي انك ترفع جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وتختصم فيها ضباط مباحث التنفيذ اللي هم مسؤولين عن تنفيذ الحكم القضائي اللي عندك. وقبل ما ترفع دعوى جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، لازم تعمل انذار توجهه لضباط مباحث التنفيذ اللي هم مسؤولين عن تنفيذ الحكم، وبتطلب منهم سرعة تنفيذ الحكم خلال 8 أيام من تاريخ انذارهم، وإلا هتتخذ الإجراءات القانونية اللي هي رفع جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. ودي بتكون عقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة طبقا للقانون.
وطبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس وبالعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخل في اختصاص الموظف. معنى الكلام اللي موجود في نص المادة إن احنا لازم قبل ما نرفع جنحة امتناع موظف عن تنفيذ حكم قضائي لازم نوجه له إنذار وننتظر 8 أيام قبل رفع الدعوة. طب ايه هي الأوراق المطلوبة لرفع دعوة أو جنحة امتناع موظف عن تنفيذ حكم قضائي؟ أول حاجة توكيل من صاحب الشأن وصورة كارنيه المحاماة الخاص بالمحامي، صورة الرقم القومي لصاحب الشأن، صورة رسمية من الحكم اللي المفروض احنا عايزين ننفذه، كمان اصل الانذار اللي موجه لضباط المباحث قبل ما نرفع الجنحة، وكمان الضبط والاحضار. دي بتبقى الاوراق المطلوبة عشان نرفع جنحة امتناع موظف عن تنفيذ حكم قضائي. كده خلصت حلقتنا، الى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله.